بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بكم من جديد، فيديو جديد ودرس جديد. هنشرح النهاردة إن شاء الله ضرب مقدار جبري مكون من حدين في مقدار جبري آخر، جبر الصف الأول الإعدادي. إزاي بقدر أضرب مقدار جبري مكون من حدين في مقدار جبري آخر مكون من حدين او من 3 حدود؟ مبدئيا يا باشمهندس في 3 طرق للضرب. ايه هما؟ اول حاجه الطريقه الرئيسيه، تاني حاجه الطريقه الافقيه، تالت حاجه الضرب بمجرد النظر. لكن انا ما بشتغلش بالرئيسيه خالص. الطريقتين اللي هنشتغل بيهم والاسهل ليك هي الطريقه الافقيه والضرب بمجرد النظر. تعالوا نتعرف عليهم واحده واحده. هنبدا بالطريقه الافقيه. ازاي بقدر اضرب س زائد 5 في 2 س ناقص 3 بالطريقه الافقيه؟ قال احنا خدنا الحصه اللي فاتت ازاي بقدر اضرب حد جبري واحد في مقدار جبري. كنت عشان اعمل الكلام ده باخد الحد الجبري ده اضربه في الاول مره وفي التاني مره. كنت بضرب الحد الجبري في حدود المقدار الجبري كلهم، حد من حدود المقدار الجبري. طب انا عندي هنا مقدار جبري مكون من حدين، عشان اقدر اضربه في المقدار الجبري التاني ده هضرب حد من حدود المقدار الاول في حدود المقدار التاني كلهم. بمعنى هوزع الحدود، هاخد الحد الاولاني س اضربه في القوس التاني كله، وارجع اخد الحد التاني 5 واضربه برضه في القوس التاني كله بالشكل ده. يبقى هقول له بتساوي س وافتح قوس وانزل المقدار التاني كله 2 س ناقص 3. العلامه اللي في النص هنا زائد وانزل ال5 وافتح قوس واكتب المقدار التاني كله. طب انا عملت ايه كده؟ انا دلوقتي خدت السين جهزتها لان اضربها في المقدار التاني كله، ورجعت خدت زائد 5 وهضربها برضو في المقدار التاني كله. تعال نضرب وبعدين نجمع المتشابه. السين عشان تتضرب في المقدار اضربها مره في الاول ومره في التاني، يبقى س في 2 س ب2 س اس 2 موجب في سالب بسالب، وس في 3 ب3 س. كده ضربت الحد في القوس التاني كله. اضرب بقى ال5 في القوس التاني كله، زائد 5 في 2 ب10 والسين تنزل زي ما هي، موجب في سالب بسالب، و5 في 3 ب15. تعال نجمع المتشابه. 2 س تربيع مفيش حاجة زيها هتنزل زي ما هي، سالب 3 س وموجب 10 س دول متشابهين، هجمعهم ولا هطرحهم بناء على الإشارات. لو الإشارتين شبه بعض خد إشارة واجمع، لو الإشارتين مختلفين خد إشارة الكبير واطرح. أنا عندي يا أستاذ الإشارتين مختلفين، خد إشارة الكبير الموجب وبعد كده اطرح. 10 ناقص 3 تديني 7 ونزل السين زي ما هي. بعد كده ناقص 15 تنزل زي ما هي عشان مفيش زيها. يبقى عندي حاصل ضرب المقدارين دول في بعض هيديني 2 س تربيع زائد 7 س ناقص 15، اللي هو الناتج بتاعهم دايما بيكون مقدار ثلاثي. سهل الكلام؟ دي كده الطريقة الأفقية. طب تعال نشوف الضرب بمجرد النظر. الضرب بمجرد النظر قاعدة ثابتة هقول لك عليها واحفظها وامشي بيها. طبعا أنا عارف إن الناتج بتاعها هيطلع 3 حدود لأنه مقدار ثلاثي. ال3 حدود دول هم مين؟ الأول في الأول واكتبه في الأول، التاني في التاني ويتكتب في الآخر. حاصل ضرب الطرفين والوسطين اجيب حاصل الضرب بتاعهم واجمعهم واكتبهم في الحد الاوسط. تعال اما اقولها لك تاني. الاول في الاول ويتكتب في الاول، يبقى اول حاجه عندي الاول في الاول اللي هو س في 2 س، حاصل ضرب الوسطين دول كده الوسطين، زائد حاصل ضرب الطرفين دول كده الطرفين. يبقى عندي هنا اقول زائد مجموع حاصل ضرب الطرفين زائد الوسطين، زائد التاني في التاني ويتكتب في الاخر، التاني في التاني. يبقى عندي القاعده بتقول لي الضرب بمجرد النظر قاعدته بتقول لي الاول في الاول ويتكتب في الاول، التاني في التاني ويتكتب في الاخر، حاصل ضرب الطرفين والوسطين يتجمع ويتكتب في المنتصف. دي كده القاعده الثابته بتاعت الضرب بمجرد النظر، واللي احنا هنشتغل عليها الامثله اللي جايه كلها. طب ما تيجي نطبق القاعده ديت
على المقدارين دول اللي انا عارف ان الناتج بتاعهم هيطلع 2 س تربيع زائد 7 س ناقص 15، ولكن هكتبهم تاني. انا عندي س زائد 5 مضروبه في 2 س ناقص 3. الاول في الاول ويتكتب في الاول. س في 2 س هتديني 2 س اس 2، والتاني في التاني ويتكتب في الاخر موجب 5 في سالب 3 بسالب 15. حاصل ضرب الوسطين وحاصل ضرب الطرفين. 5 في 2 س يديني 10 س، وس في سالب 3 يديني سالب 3 س. عندي 10 س وسالب 3 س، هجمع ولا هطرح؟ هطرح لان الاشارات مختلفه، يبقى خد اشاره الكبير واطرح. 10 ناقص 3 تديني 7 وانزل السين. هو ده يا جماعه الضرب بمجرد النظر. ولو ما فهمتوش هنا انا جايب لك 4 امثله تانيين، ركز معايا عشان تفهم. مثال 2، اوجد بمجرد النظر حاصل ضرب. هو هنا حدد له الطريقه ان انا هشتغل بمجرد النظر. الاول في الاول ويتكتب في الاول. 2 ألف في 5 ألف ب10 ألف أس 2. التاني في التاني ويتكتب في الآخر، يبقى هاجي هنا أقول له زائد عشان موجب في موجب بموجب. 1 في 3 ب3. حاصل ضرب الوسطين يديني 15 ألف. حاصل ضرب الطرفين يديني 2 ألف. هنا موجب وهنا موجب، يبقى هاخد إشارة وأجمع لأن الإشارات متشابهة. 15 ألف و2 ألف يديني 17 ألف. ده الناتج بتاعي بكتبه له بالشكل ده. تعال نشوف المثال اللي بعده. 3 س زائد 4 في 2 س ناقص 5. نفس الطريقة، الأول في الأول ويتكتب في الأول. 3 في 2 ب6. س في س بس أس 2. التاني في التاني ويتكتب في الآخر موجب في سالب بسالب. 4 في 5 ب20. حاصل ضرب الوسطين أما أضرب 2 س في 4 يديني 8 س. حاصل ضرب الطرفين لما اضرب 3 س في سالب 5 يديني سالب 15 س. عندي موجب 8 س وسالب 15 س. خد اشاره الكبير واطرح لان الاشارات مختلفه. ال 15 هي الكبيره شكلا، خدت اشارتها سالب. 15 ناقص 8 7 وانزل السين. صعب الكلام؟ بيتهيألي كده بدأت تفهم اكتر. طبق معايا بقى وركز. 5 ألف ناقص 2 باء 7 ألف ناقص 3 باء. قال لي يا أستاذ الأول في الأول ويتكتب في الأول أهو. 5 في 7 35 وألف في ألف بألف أس 2. والتاني في التاني ويتكتب في الآخر، يبقى عندي سالب في سالب بموجب. 2 في 3 ب6. باء في باء بباء أس 2. حاصل ضرب الوسطين يديني سالب 14 ألف باء، عشان سالب في موجب بسالب، و2 في 7 ب14 وباء في ألف بألف باء. حاصل ضرب الطرفين موجب في سالب بسالب. 5 في 3 ب15. ألف في باء بألف باء. عندي سالب 14 ألف باء وسالب 15 ألف باء. إشارات متشابهة، خد إشارة منهم واجمع. 14 زائد 15 يديني 29 وانزل الرموز ألف باء. تعالى في مثال 4 كده، بيقول لي 4 س ناقص 3 ص مضروبة في س زائد 3 ص. الأول في الأول ويتكتب في الأول. 4 في 1 ب4 وس في س بس أس 2، لأن في حالة ضرب الأسات المتشابهة تجمع الأسس. التاني في التاني ويتكتب في الآخر سالب في موجب بسالب. 3 في 3 ب9 وصاد في صاد بصاد أس 2. طب حاصل ضرب الوسطين وحاصل ضرب الطرفين. سالب في موجب بسالب و3 في 1 ب3 وصاد في س بس صاد. حاصل ضرب الطرفين موجب في موجب بموجب. 4 في 3 ب12. س في صاد بس صاد. معايا سالب 3 س صاد وموجب 12 س صاد. إشارات مختلفة، خد إشارة الكبير واطرح. الكبير اللي 12 خدت إشارته موجبة، واطرح بقى 12 ناقص 3 يتفضل 9 ونزل الرموز بتاعتك س ص. ده كده كان الضرب بمجرد النظر. ولكن في بعض الحالات الخاصة اللي احنا هنتكلم عنها دلوقتي والمهمة جدا لا تقل أهمية عن حاصل ضرب مقدارين مكونين من حدين. الحالات الخاصة لما يديني مقدار ويحط على القوس بتاعه أس 2 أو مربع مقدار مكون من حدين.
ازاي بقدر افك المقدار دوت؟ وهقول لك طريقتين، وهقول لك الطريقه اللي تمشي بيها وهتريحك كتير. تاني حاجه، حاصل ضرب مجموع حدين في الفرق بين نفس الحدين. دي اسهل حاجه فيهم وطريقتها سهله، ركز عشان نفهمها مع بعض. تعال نشوف ازاي بقدر اجيب مفكوك مربع مقدار ذي حدين. هو انا ازاي بفك مقدار زي ده؟ تمام؟ لما اقول لك القوس س زائد ص كل اس 2، الاصل بتاعه كان ايه؟ قال لي الاصل بتاعه يا استاذ كان نفس القوس مضروب في نفسه مرتين، يعني س زائد ص مضروب في س زائد ص. ده كده الاصل بتاعه. يبقى الاصل بتاع القوس اس 2 عباره عن القوس مضروب في نفسه مرتين. اقدر ارجعه للاصل بتاعه وافكه بطريقه الضرب من مجرد النظر. يعني الاول في الاول ويتكتب في الاول يديني س اس 2، التاني في التاني ويتكتب في الاخر يديني زائد ص اس 2، حاصل ضرب الوسطين يديني س ص، حاصل ضرب الطرفين يديني س ص. لما اجمع س ص وس ص يديني موجب 2 س ص. دي كده طريقه، وطبعا طريقه لفه ومشوارها كبير. الطريقه الافضل وهي استخدام قانون ثابت هتفك بيه اي قوس يقابلك بالشكل ده. القانون بيقول لي ايه؟ قال لي مربع الاول زائد او ناقص حسب اشاره النص، حسب اشاره النص، الاول في الثاني في 2 زائد مربع الثاني. القانون ده يا جماعه بقدر ان انا افك بيه القوس اللي عليه تربيع او المقدار الثنائي اللي عليه تربيع بالقاعده الثابته اللي احنا بنقول عليها دي، وبيديني المقدار جاهز ومترتب بدون اي تعب مني. يا دوبك بفك واطبق القانون الاقي الناتج ظهر معايا. القانون تاني بيقول لي مربع الاول اشاره النص اول في تاني في 2 زائد مربع التاني. يبقى القانون الخاص بفك مقدار ثنائي اس 2 مربع الاول اشاره النص اول في تاني في 2 زائد مربع التاني. مربع الاول اشاره النص اول في تاني في 2 زائد مربع التاني. تعال نطبق الكلام ده. مربع الاول يعني نضرب الاول في نفسه مرتين، س في س بس اس 2. اشاره النص نزلها زائد زي ما هي، الاول في التاني في 2 س في ص بس ص في 2 يديني 2 س ص زائد مربع التاني. وخد بالك ان الاشاره الاخيره دي دايما زائد، الاول والاخير دايما موجبين، دايما موجبين. اللي في النص اللي بيبقى حسب اشاره النص، لو هنا موجب يبقى موجب، لو هنا سالب يبقى سالب، زائد مربع التاني. مربع التاني ص في ص بص اس 2. شكرا. يبقى مربع الاول اشاره النص اول في تاني في 2 زائد مربع التاني. هتغنيها، هتحفظها. اهم حاجه تحفظ القانون باي شكل من الاشكال. القانون ده لو حفظته هيريحك كتير سواء السنه دي او فيما بعد ان شاء الله. طيب تعال نشوف امثله ونطبق فيها القانون، لان كتر الحل بيخليك تحفظ القاعده وتفهمها اكتر. لما اجي اقول لسيادتك 3 الف زائد 5 اس 2، مربع الاول يبقى 3 في 3 ب9، الف في الف بالف اس 2. اشاره النص زائد اول في تاني في 2 3 في 5 ب15 في 2 ب30، ونزل الرموز اللي عندك في المقدار اللي هو الف، زائد مربع التاني 5 في 5 ب25. مربع الاول 2 في 2 ب4، س في س بس اس 2. اشاره النص ناقص اول في تاني في 2 2 في 3 ب6، 2 في 6 ب12، وانزل الرموز اللي عندي اللي هي س، زائد مربع التاني 3 في 3 ب9. مثال 2 3 الف زائد باء الكل اس 2. مربع الاول 3 في 3 ب9 والف في الف بالف اس 2. اشاره النص زائد اول في تاني في 2 3 في 1 ب3 والف في باء بالف باء، زائد مربع التاني باء في باء بباء اس 2. تعال المثال اللي بعده. مربع الاول اشاره النص اول في تاني في 2 زائد مربع التاني. مربع الاول 2 في 2 ب4، الف في الف بالف اس 2. اشاره النص ناقص اول في تاني في 2 2 في 1 ب2، 2 في 2 ب4، ونزل كل الرموز اللي عندك جنب بعض يعني يبقى الف باء، زائد مربع التاني باء في باء بباء اس 2. صعب الكلام؟ كلام سهل وجميل، بس لو حفظت القاعدة وقدرت ان انت تفهم ازاي بتطبقها هتلقى الموضوع سهل جدا. تعال في المثال اللي بعده.
هنا 3 م زائد 2 الكل أس 2. مربع الأول 3 في 3 ب9 وم في م بم أس 2. إشارة النص زائد أول في تاني في 2. 2 في 2 ب4. 4 في 3 ب12 وأنزل الرموز اللي هي م زائد مربع التاني 2 في 2 ب4. دي كده الحالة الخاصة الأولى اللي هو مقدار ثنائي أس 2 يعني تربيع اللي هو القوس اللي بالشكل ده. تمام؟ طب الحالة اللي بعد كده والأسهل في درس النهاردة هو لما يجي لي حاصل ضرب مجموع حدين في الفرق بينهم. حاصل ضرب مجموع حدين في الفرق بينهم. ازاي بقدر يا أستاذ ان انا اشتغل المسألة بتاعتي؟ قال لي أول حاجة أنا هعملها لك بمجرد النظر، بعد كده همسح وأقول لك الطريقة العامة اللي احنا هنشتغل بيها. لو اشتغلتها بمجرد النظر أول طريقة يبقى الأول في الأول ويتكتب في الأول ألف في ألف بألف أس 2. التاني في التاني ويتكتب في الآخر موجب في سالب بسالب باء في باء بباء أس 2. حاصل ضرب الوسطين هيديني ألف باء. حاصل ضرب الطرفين هيديني سالب ألف باء. طب ما هو ألف باء وسالب ألف باء هيطيروا مع بعض لأن كل منهما معكوس جمعي للآخر، واحنا اتفقنا ان العدد ومعكوسه الجمعي يديني صفر يعني هيطيروا مع بعض. يبقى الناتج في الآخر هيكون ألف تربيع ناقص باء تربيع. طب ما أنا ممكن يا أستاذ من غير ما أقعد ألف وأدور بقى وأشتغل بطريقة الضرب مجرد النظر نمشي بطريقة ثابتة. إيه هي الطريقة الثابتة اللي همشي بيها؟ اضرب سيادتك الأول في الأول ناقص التاني في التاني. يبقى الطريقة الثابتة بتاعتي بتقول لي الأول في الأول ناقص التاني في التاني. أو ممكن أقولها بشكل آخر، ممكن أقول لك مربع الأول يعني الأول في نفسه مرتين ناقص مربع التاني في نفسه مرتين. طب إمتى بشتغل بالطريقة ديت وإمتى بعرف إن المسألة تحل بالطريقة دي؟ هتلاقي إن الحد الأول هنا زي الحد الأول هنا والحد التاني هنا زي الحد التاني هنا، يعني القوسين شبه بعض بالظبط، المختلف ما بينهم هي الإشارة. واحدة بتكون موجب وواحدة بتكون سالب، أو واحدة بتكون سالب وواحدة بتكون موجب. وأول ما أشوف القوسين بالشكل ده اضرب الأول في الأول ناقص التاني في التاني. طب تعال نشوف أمثلة على الكلام ده. لما أشوف القوسين شبه دول أضرب مين؟ الأول في الأول ألف في ألف بألف أس 2 ناقص باء في باء بباء أس 2. مثال 4 اوجد حاصل ضرب كل مما يأتي. 2 لام ناقص 5 في 2 لام زائد 5. أنا ملاحظ إن القوسين زي بعض يا أستاذ بس المختلف الإشارة. يبقى الأول في الأول ناقص التاني في التاني على طول. 2 في 2 ب4 لام في لام بلام أس 2 ناقص 5 في 5 ب25. شكرا. رقم 2 بيقول لي 5 س زائد 3 ص في 5 س ناقص 3 ص. مبدئيا يا أستاذ القوسين شبه بعض بس اللي مختلف الإشارة. يبقى الأول في الأول ناقص التاني في التاني. يبقى أقول له بتساوي 5 في 5 ب25 وس في س بس أس 2 ناقص 3 في 3 ب9 وصاد في صاد بصاد أس 2. موضوع سهل جدا. تعالى هنا ألف أس 2 زائد 2 باء وألف أس 2 ناقص 2 باء. الأول في الأول ناقص التاني في التاني. ألف أس 2 في ألف أس 2 في حالة ضرب الأسات المتشابهة تجمع الأسس. اوعى تنسى الكلام ده. يبقى هيديني ألف واجمع الأسس 2 و2 4 يبقى ألف أس 4 ناقص التاني في التاني 2 في 2 ب4 وباء في باء بباء أس 2. طب لو قال لي يا أستاذ تلت ألف زائد 2 على 5 باء في تلت ألف ناقص 2 على 5 باء. لا يا أستاذ دي صعبة. والله ما صعبة ولا حاجة، ده الموضوع سهل جدا. ما تخافش من ضرب الكسور، ما احنا شرحناه وقلناه. لما تيجي تضرب كسرين في بعض اللي فوق في اللي فوق يتكتب فوق واللي تحت في اللي تحت ويتكتب تحت. يبقى لما اجي اقول لك 1 في 1 ب1 و3 في 3 ب9 ألف في ألف بألف أس 2 ناقص 2 في 2 ب4 و5 في 5 ب25 وباء في باء بباء أس 2. الموضوع سهل وبسيط يا جماعة. ركز عشان تقدر تستوعب وأكد على إن أنت فهمت الدرس. ارجع تاني هات الفيديو من أوله وانقل المسائل بدون حل وحلها أنت بنفسك عشان خاطر تأكد لنفسك إن أنت فهمت الدرس كويس. تمام؟ همسح وهنقول بعض الأفكار من الدرس ده لازم تيجي في امتحان نص السنة، مفيش منها مفر. اتفقنا؟ تعال بقى نكمل. وعايز أقول لك على حاجة مهمة. ده ملخص درس النهاردة، ملخص القوانين كلها. ممكن حضرتك تاخده شورت سكرين
وتركز وتنقله عندك وتذاكر منه. ده الاساس بتاع الدرس. بمجرد النظر الاول في الاول ويتكتب في الاول، والتاني في التاني ويتكتب في الاخر، وحاصل ضرب الطرفين والوسطين يتجمع ويتحط في النص. طيب لو مفكوك القوس او فك القوس اللي عليه اس 2، مربع الاول اشاره النص اول في تاني في 2 زائد مربع التاني. طب لو مجموع حدين في الفرق بينهم، اعرف ان انت هتضرب الاول في الاول ناقص التاني في التاني. تعال نشوف الامثله دي بقى، لان هو ما بيجيبلكش المسائل سهله كده، لا ده هو لازم يحط لك تكه كده عشان يشوفك انت فهمت الدرس صح ولا لا. السؤال بيجي لي في الامتحان اساسي في اي امتحان في مصر كلها، عشان تبقى انت عارف من دلوقتي. تمام؟ يبقى انت لما تفهم المسائل دي بتتحل ازاي وبتعرف تحل ازاي، اعرف ان انت كده ضمنت وانت داخل الامتحان مساله جوه جيبك. طب هنا مثال 4 بيقول لي اختصر لابسط صوره، مديني قوس وعليه اس 2 ناقص حاصل ضرب قوسين في بعض. عايز نعمل ايه في المساله؟ سيادتك هتفك القوس ده الاول، وبعد كده تضرب القوسين في بعض، وبعد كده تجمع المتشابه وتديني المقدار النهائي بعد ما اختصرت المقدار. طيب القوس ده عليه اس 2 يا استاذ، كان بيتفك ازاي؟ ادي القاعده بتاعته هي، تركز معايا. مربع الاول س اس 2، اشاره النص زائد اول في تاني في 2، 2 في 4 ب 8، 8 في س ب 8 س، زائد مربع التاني 4 في 4 ب 16 ناقص. الناقص دي هتعمل لي مشكله كبيره. عارف لو ديت زائد يبقى مفيش اي مشاكل، لكن كون ان هي ناقص، اي حاجه بتيجي بعد الناقص لازم يتغير اشارتها، خاصه ان الناقص مش مرتبطه بحد معين، ده هي قدام الاقواس. الناقص موجوده قدام القوس، فعشان كده هي مش مرتبطه بحد، فعلشان كده لازم اللي يجي بعدها يتغير اشارته. يبقى انا لما اجي هفك القوسين دول هفكهم جوه اقواس، عشان في خطوه تانية هعملها بعدها لازم اضرب السالب في اللي جوه القوس كله، والسالب لما تتضرب في اللي جوه القوس كله تغير لي اشارات المقدار كله. الموجب تخليه سالب والسالب تخليه موجب. تعالى الاول نفك القوسين دول داخل القوس ده. س زائد 2 في س زائد 6، يبقى كده مقدارين مضروبين في بعض، مش فك قوس تربيع ولا حاصل ضرب مجموع حدين في الفرق بينهم، يبقى افك بطريقه الضرب بمجرد النظر. الاول في الاول يتكتب في الاول، س في س بس اس 2 يا استاذ. التاني في التاني يتكتب في الاخر، 2 في 6 ب 12، وطبعا اشارتها موجب عشان موجب في موجب بموجب. حاصل ضرب الوسطين وحاصل ضرب الطرفين، 2 في س ب 2 س، وس في 6 ب 6 س. لما اجمع 2 س و6 س يديني 8 س. تعال نكمل. الاول س تربيع زائد 8 س زائد 16 تنزل زي ما هي. الاشاره السالب قلنا هتتضرب في القوس كله، يبقى تغير اشاراته كلها، تخلي اي اشاره موجبه سالبه واي اشاره سالبه موجبه، يبقى سالب في موجب بسالب س تربيع، سالب في موجب بسالب 8 س، سالب في موجب بسالب 12. كده المسألة جاهزة للتصفية. سيادتك هتجمع الحدود المتشابهة مع بعض، ولو في عدد ومعكوسه الجمعي اعرف ان هم هيطيروا مع بعض لان مجموعهم صفر. اول حاجة س تربيع، في س تربيع تاني؟ قال لي في سالب س تربيع، يبقى ده طار اداني صفر. بعد كده ال 8 س، في حاجة فيها س تاني؟ قال لي ايوه في سالب 8 س. 8 س وسالب 8 س عدد ومعكوسه الجمعي طاروا مع بعض. بعد كده في 16 ناقص 12 هتلقى المقدار كله قيمته في الاخر 4. صعب يا جماعه الكلام؟ موضوع سهل وجميل جدا. طب تعالى هنا، حاصل ضرب القوسين دول مجموع عليه القوس ده تربيع. بص على القوسين كده وركز فيهم، هتلاقيهم على الحاله الثالثه اللي هي مجموع حدين في الفرق بينهم. كنت بفكهم ازاي؟ الاول في الاول ناقص الثاني في الثاني، يعني هضرب س في س بس اس 2 ناقص 5 في 5 ب 25. بعد كده زائد القوس تربيع، كنت بفكه ازاي؟ مربع الاول اشاره النص اول في تاني في 2 زائد مربع التاني. مربع الاول س تربيع، اشاره النص سالب اول في تاني في 2 يديني 10 س زائد مربع التاني 25. تعال نجمع المتشابه، س تربيع زائد س تربيع يديني 2 س تربيع، سالب 25 وموجب 25 طاروا مع بعض،
لان عدده معكوسه الجمعي. هنا يتفضل لي سالب 10 س، انزل سالب 10 س زي ما هي، يبقى ده كده القيمه النهائيه للمقدار بتاعي. طب تعالى نصعب الامور اكتر. مدينا حاصل ضرب قوسين مجموع حدين والفرق بينهم، وبعد كده طرح منهم 6. وبعد ما تخلص حل في المساله اوجد القيمه العدديه لما السين تكون بسالب 2. تعالى نحل الاول. عندي حاصل ضرب ومجموع حدين، في الفرق بينهم بشتغل بالقانون، الاول في الاول ناقص التاني في التاني، يبقى هضرب 3 في 3 ب9، وس في س بس اس 2 ناقص 2 في 2 ب4. بعد كده انزل الناقص 6 زي ما هي، يبقى هتساوي ال9 س تربيع مفيش حاجه زيها تتجمع معاها، يبقى تنزل زي ما هي 9 س تربيع. سالب 4 وسالب 6 اشارات متشابهه، يبقى خد اشاره منهم واجمع، ادي السالب و4 و6 يدينا 10. يبقى الناتج النهائي بتاعي 9 س تربيع ناقص 10. هات لي بقى القيمه العدديه لما السين تكون بسالب 2، يعني شيل السين وعوض عنها بسالب 2، يبقى هقول له بتساوي ادي 9 في، شيل السين وحط سالب 2، السين عليها تربيع يبقى السالب 2 عليها تربيع هي كمان، ناقص 10 اللي هي بتساوي 9 في سالب 2 تربيع. اضرب السالب 2 في نفسها مرتين، سالب في سالب بموجب، و2 في 2 ب4، ونزل الناقص 10 زي ما هي، يعني بتساوي 4 في 9 ب36 ناقص 10، يبقى الناتج هيكون 26. دول كده يا جماعه اهم 3 افكار في الدرس كله، ده بالنسبه لامتحان اولى اعدادي. لكن بقيه القوانين ديت اساسيه معاك، هتحتاجها السنه دي والترم الثاني والسنه الجايه واللي بعدها واللي بعدها لحد ما تخلص تعليم. فاعرف ان الحاجات دي مهمه جدا ليك. تمام؟ طب تعالى نشوف الفكرتين دول على الضرب بمجرد النظر برضو، ولكن هنا مش هضرب بمجرد النظر، انا هضرب بالطريقه الافقيه. اشمعنى يا استاذ هضرب بالطريقه الافقيه؟ ما احنا شغالين طول الحصه بمجرد النظر. قال لي لان ده حاصل ضرب مقدار مكون من حدين في مقدار اخر مكون من 3 حدود، فانا لازم استخدم خاصيه التوزيع، يبقى هشتغل بالطريقه الافقيه افضل. هعمل ايه؟ قال لي لما اجي اضرب س ناقص 3 في 4 س زائد س تربيع ناقص 7، المفروض ان انا هعمل ايه؟ هاخد السين اضربها في القوس الثاني كله، يعني في 4 س زائد س تربيع ناقص 7، وارجع اخد الناقص 3 برضه اضربها في القوس الثاني كله اللي هو 4 س زائد س تربيع ناقص 7، وبعد ما اضرب جمع المتشابه مع بعض. تعال نعمل الكلام ده. السين تتضرب في الاول مره وفي الثاني مره وفي الثالث مره. س في 4 س ب4 س اس 2، س في موجب س تربيع بموجب س اس 3، س في سالب 7 بسالب 7 س. خلصت الاول، اضرب الثاني. السالب 3 تتضرب في الاول مره، في الثاني مره، في الثالث مره. سالب 3 في موجب 4 بسالب 12 والسين تنزل. سالب 3 في موجب س تربيع بسالب 3 س تربيع. سالب 3 في سالب 7 سالب في سالب بموجب، و3 في 7 ب21. كده انا ضربت يا استاذ ولقيت الموضوع كبر مني قوي. ما هو هيتلم دلوقتي لما ابدا ان انا اجمع المتشابه. تعال نبص على المتشابه بقى كده. اول حاجه عود نفسك دايما تمشي بترتيب تنازلي للمقدار حسب اسس الرمز اللي انت شغال عليه. يعني انا شغال على الرمز س، يبقى ابدا بس اس اكبر اس عندك في المساله، بعد كده اللي اصغر منه، بعد كده اللي اصغر منه، بعد كده الحد المطلق اللي ما فيهوش س خالص. اكبر اس عندي لس كام؟ اس 3. هل في المساله س اس 3 تاني؟ لا، يبقى تنزل لوحدها س اس 3. بعد كده س اس 2، انا عندي هنا 4 س اس 2 وعندي هنا تاني ناقص 3 س اس 2. طب ما اصفيهم مع بعض يا مستر. 4 س اس 2 ناقص 3 س اس 2 يديني موجب س اس 2. خلصت ده وخلصت ده. اللي تخلصه شد عليه خط بالرصاص عشان ما يلخبطكش. تمام؟ عندي سالب 7 س وسالب 12 س، هم دول اللي موجودين ينفع يتجمعوا مع بعض. اشاراتهم متشابهه، يبقى خد اشاره واجمع. 7 و12 يديني 19. السين تنزل زي ما هي، باخد واحده منهم. بعد كده اتفضل عندي زائد 21، مفيش حاجه تتجمع معاها، تنزل زي ما هي زائد 21. يبقى الناتج هيكون مقدار
رباعي، س أس 3 زائد س أس 2 ناقص 19 س زائد 21. تعالى هنا بقى نفس الفكرة، بس بدل ما يبدأ لي بالقوس اللي فيه مقدار مكون من حدين، خلى المقدار مكون من حدين التاني مش الأولاني. قال لي نفس الفكرة مفيهاش اختلاف. هاخد السين اضربها في القوس الأولاني كله، يبقى هتساوي س في سالب 3 س زائد س أس 2 زائد 3. وارجع اخد السالب 2 واضربها برضو في القوس الأولاني كله، سالب 3 س زائد س أس 2 زائد 3. السين تتضرب مرة في الأول، مرة في التاني، مرة في التالت. س في سالب 3 س بسالب 3 س أس 2. س في موجب س أس 2 بموجب س أس 3. س في موجب 3 بموجب 3 س. خلصت الأول اضرب التاني. سالب 2 في سالب 3 س بموجب 6 س. سالب 2 في موجب س تربيع بسالب 2 س تربيع. سالب 2 في موجب 3 بسالب 6. تعال نجمع المتشابه. ابدأ بأكبر أس، يبقى عندي س أس 3 في زيها تاني؟ لا، اشطب عليها وننزلها. س أس 2 عندي هنا يا أستاذ سالب 3 س أس 2 وهنا سالب 2 س أس 2. إشارات متشابهة، خد إشارة واجمع 3 و2 5 ونزل السين أس 2 واشطب عليها بالقلم الرصاص. عندي موجب 3 س وموجب 6 س يبقى موجب 9 س. عندي بعد كده السالب 6 لوحدها تنزل زي ما هي. كده احنا لمينا كل افكار الدرس، ما سبناش ولا فكره. جه دلوقتي الدور عليك انت. احنا خلصنا شرح. عشان تاكد فهمك الشرح اللي انت سمعته وشفته كويس، ارجع وقف الفيديو في اوله وانقل المسائل وطبق عليها وحلها. طب خلصت يا استاذ حل المسائل اللي في الفيديو كلها واتاكدت انها حل صح وتمام التمام، هتجيب سيادتك بقى اي كتاب متاح ليك. كل حصه بقول الكلام ده وهفضل اقول الكلام ده، مش هزهق منه لحد ما سيادتك تبدا تنفذ الكلام اللي انا بقوله. هتجيب اي كتاب متاح ليك، كتاب مدرسه، كتاب اضواء، كتاب معاصر، كتاب ماهر. هات الكتاب وابدا هات الدرس وابدا حل التمارين بتاعته. ما تسيبش حاجه وقفت قدامك ومش فاهمها، ابعتها لي على جروب الواتس او جروب التليجرام، هيسيب لك اللينك بتاعهم تحت في وصف الفيديو. اتمنى اكون فدتك ولو بحاجه بسيطه في قلب الفيديو، او صححت لك معلومه. كل اللي انا عايزه منك تهتم وتذاكر، لان الرياضيات علم كبير جدا واللي بيعشقه بيوصل للقمه دائما. ومش عايز منك اكتر من دعوه حلوه. مع رياضيات مصر هتفهم رياضيات، هتفهم رياضيات. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.